القيد اللي بعد كده قيد رقم 4، هنسجل هنا 4، والكلام ده كان يوم 3 أكتوبر. قال لك إن أنا عملت payment rent for cash، يعني أنا دفعت الرنت اللي عليا rent expense for cash. فهم جاي قايل الكاش هينقص، هيجي كريدت. خلي بالك بقى ديبت ولا كريدت، هيجي كريدت ب900، فلازم اقف في خانة الكريدت، ما اقفش في خانة الديبت، بقف في خانة الكريدت، واروح عند اكود حساب جديد واسميه رنت اكسبنس. اهو نعمل ميرج ونعمل رنت اكسبنس، وبرضو نفس الكلام ديبت وكريدت، ونروح عند 900 في الديبت 900. خلي بالك ده ديبت اهو، الرنت اكسبنس ده ديبت وده كريدت اهو، الكاش كريدت. فنخلي بالنا ان احنا ممكن كمان نكتب هنا اكسبنسز، نعملها هنا اكسبنسز اهو، ونلونها برضو هي كمان بلون مختلف، علشان ليكن مثلا لون اللون ده مثلا. يبقى انا كده عرفت الاسيتس، فرقت ما بين الاسيتس، ما بين اللايبيليتيز، ما بين الاونرز ايكويتي، ما بين الاكسبنسز. وده اسمه رنت اكسبنسز، والقيد من ديبت رنت اكسبنس كريدت كاش.